بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم مؤمن الحديدي. ده الاكونت بتاعي يا جماعة على الفيس. انا ادمن صفحة ميكروتك مصر، كلكم عارفينها ان شاء الله. كنت شفت ناس طالبين تعديل على برنامج البرودباند على جروب تاني، اللي هو برنامج اللي هو اسمه عمارة نت. فالبرنامج يا جماعة انا الحمد لله قدرت ان انا اعدل عليه، وهوريكم الوقت التعديلات اللي تمت عليه وان شاء الله. وحطيت اسم الشبكة ورقم التليفون بس هو في نقطة بسيطة هوريها لكم، بس هي اللي كانت ناقصة مش اكتر. بس ان شاء الله يعني دي عايزة برمجة من اول وجديد، وطبعا ان احنا صعب ان احنا نبرمج برنامج زي دوت من اول وجديد. فاحنا عملنا التعديلات اللي احنا عاوزينها وخلاص، اللي هو اسم الشبكة رقم التليفون. وعملت حل ان احنا لو حد عنده مجلة عايز يفتح المجلة ممكن يفتحها، فهوريكم حاليا. يعني ده البرنامج عندي اهوت. هو البرنامج يا جماعة بينزل كده، هتفتحوا ضغطتين اكستراكت كده البرنامج اتسطب ونزل على سطح المكتب اهوت يا جماعة. ده التعديل اللي تم، كتبنا اسم الشبكة وهنا انتظر حتى يتم التحميل. زي ما انتم شايفين هنا اهوت انا كاتب هنا ميكروتك مصر رقم تليفوني. ايوه، بس النقطة الوحيدة او المعوقة الوحيدة اللي موجودة قدامي ان انا ما قدرتش اغير الاسم ده اللي هو عمارة نت اللي تحت ده، ما قدرتش اغيره ان ده حاجة في البرمجة وصعب انها تتعدل يعني. انما بالنسبة مثلا لو حد عنده مجلة وعايز يفتح المجلة، فانا عملت حل صغير كده وان شاء الله يعجبكم. عملنا شورت كات للمجلة. شورت كات ده يا جماعة بيتعدل عليه، بنجيب بروبرتس، بتكتب هنا اي بي المجلة بتاعتك ايا كان هو ايه بقى. بمجرد ما العميل بيضغط على الخطين كده على المجلة بتفتح قدامه زي ما انتوا شفتوا كده. انا عندي عامل مجلة فاضية كده للتجربة مش اكتر. وده يا جماعة حل لموضوع لمشكلة المجلة. هو كل المشكلة يعني اللي قدامنا دلوقتي حتة الاسم عمارة نت اللي تحت دي مش اكتر. هنا بتكتب اسم الشبكة بتاعتك رقم التليفون، وزي ما انتوا شفتوا برضو اللي هي الصورة اللي في الأول دي، أهلا ومرحبا بكم في شبكتنا المتواضعة، ورقم تليفونك مثلا انتظر حتى يتم الاتصال. كل واحد بنعدله على ما هو عاوز. ويا رب أكون وفقت في الشرح ده يا جماعة. واللي عايز الموضوع دوت هيكلمني إن شاء الله، وأنا هعدله البرنامج باسم شبكته ونعمل له الملف بتاع المجلة زي ما انتوا شايفين ده كده. وإن شاء الله تبقى حاجة كويسة بإذن الله ويعني اتمنى ان شاء الله اقدم لكم مواضيع جديدة باذن الله، وتكون افكار برضو كويسة والناس محتاجاها يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.